What an end to that game. So, between Algeria and Austria, for about, I don't know, I'm waiting to hear, between 30 and 60 seconds, Iran were through. I mean, that is one nutty World Cup. That was crazy there at the end. Keep in mind that Algeria and Austria, this is amazing. This is amazing, but this is fun. Algeria qualified, Austria qualified, then suddenly Algeria attack. But that's the beauty of the game when those things happen, because that's what fans want to see, but I don't know if the teams want to see that. كلمات للتاريخ. الجزائر تكتب فصلا جديدا في كأس العالم 2026 وتتأهل إلى الدور 32. مرة أخرى أثبت المنتخب الجزائري أنه لا يعترف بالمستحيل، ومرة أخرى عاد محارب الصحراء ليشعل مشاعر الملايين داخل الجزائر وخارجها بعدما نجحوا في حجز بطاقة التأهل إلى الدور 32 من كأس العالم 2026 في إنجاز أعاد للأذهان أعظم اللحظات الكروية في تاريخ الكرة الجزائرية. لم يكن التأهل مجرد عبور إلى دور جديد من البطولة، بل كان رسالة قوية إلى العالم مفادها أن الجزائر عادت لتكون رقما صعبا على الساحة الدولية. في مواجهة حبست أنفاس الجماهير حتى اللحظات الأخيرة، أظهر المنتخب الجزائري شخصية البطل وروح المقاتل، رافضا الاستسلام رغم كل الظروف والصعوبات. وبينما اعتقد الكثيرون أن المهمة أصبحت شبه مستحيلة، قلب رفقاء الخضر المعطيات رأسا على عقب ونجحوا في تحقيق عودة تاريخية ستظل محفورة في ذاكرة الجماهير لسنوات طويلة. ومع صافرة النهاية انفجرت المدرجات والشوارع الجزائرية فرحا في مشهد أعاد ذكريات ليالي الانتصارات الكبرى التي صنعت شعبية هذا المنتخب عبر الأجيال. It's a good day in Lawrence, and Algeria is proud to have the support of the town. العالم يتحدث عن الجزائر. بعد هذا التأهل بدأت وسائل الإعلام الدولية تتحدث بإعجاب عن الأداء الجزائري، معتبرة أن الخضر من بين أبرز مفاجأة البطولة حتى الآن. كما أشادت العديد من التحليلات بالانضباط التكتيكي والروح الجماعية التي يظهرها اللاعبون خلال المباريات الماضية. وبات المنتخب الجزائري يمثل نموذجا للفريق الذي يعتمد على الإرادة والعزيمة إلى جانب الجودة الفنية، وهو ما جعله يحظى باحترام المتابعين والخبراء عبر العالم. ورغم فرحة التأهل، يدرك الجميع داخل المنتخب أن الطريق ما يزال طويلا، وأن التحديات القادمة ستكون أكثر صعوبة. لكن ما تحقق حتى الآن يؤكد أن الجزائر تملك الإمكانات والطموح لمواصلة المغامرة وكتابة صفحات جديدة في تاريخ كرة القدم الوطنية. لقد كانت ليلة استثنائية بكل المقاييس، ليلة أثبت فيها محارب الصحراء أن الجزائر لا تموت كرويا، وأنها قادرة دائما على العودة من بعيد وصناعة المستحيل. اليوم يواصل الحلم رحلته، والملايين تردد بصوت واحد: تحيا الجزائر! 1 2 3 تحيا الجزائر! الجزائر بحجز بطاقة التأهل للدور المقبل للمرة الثانية في تاريخها بعد نسخة 2014. محاربو الصحراء وبعد هذا الإنجاز التاريخي سيواجهون سويسرا في الدور المقبل بمدينة فانكوفر الكندية. ربما جاءت آخر المباريات لتكون أجملها على الإطلاق وأكثرها إثارة. هذا اللقاء الذي سيبقى في ذاكرة عشاق كرة قدم وفي تاريخ كأس العالم لسنوات طويلة. كان منتخب الجزائر على وشك أن ينتقم لجيل 82 بإخراج منتخب النمسا الذي تدارك الأمور بعد نهاية الوقت الأصلي والدقائق المحتسبة بديلة للوقت الضائع. جاء هدف المباراة السادس للنمسا التي تعادلت ب3 أهداف ل3 لتتأهل في المرتبة الثانية بفارق الأهداف عن منتخب الجزائر الذي قدم مباراة تاريخية في مجملها خاصة في الشوط الثاني. شكرا الجزائر، شكرا للقائد رياض محرز أبرز النجوم ربما في تاريخ الكرة الجزائرية إلى جانب رابح مهدي والكثير من الأساطير الذين مروا بتاريخ الكرة الجزائرية. شكرا المنتخبين على هذه المباراة الكبيرة. صراحة اللي عجبني في المجموعة الأداء الفردي لكل واحد، لكن الأداء الجماعي، تسيير للمباراة، الروح اللي كانت افتقدناها في المباراة الأولى والثانية شفناها اليوم في المباراة الأخيرة، وإن شاء الله يخلوها ويواصلوا بها إلى أبعد نقطة ممكنة في هذه البطولة.